لو انت بتشتغل في شركه تحت مسمى الوظيفه الثابته، ففي اخر 4 سنين انت اكيد تعرضت لموقف الاستقاله. مش شرط تكون انت اللي قدمت استقالتك، لكن ممكن يكون حد من زمايلك في الشغل او صحابك او حتى عيلتك. وناس كتيره لجأت انها تعمل شيفت كارير. لو بصيت بقى على الناس ديت هتلاقي ان حياتهم اتحسنت بشكل كبير جدا. طب ازاي؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ انا محمد حمدي، للي يعرفني واللي ما يعرفنيش. قبل ما نبدا صلي على النبي كده واعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه، وتعالى تابعني على انستجرام، وهات قهوتك وتعالى كده عشان عايزك تركز معايا شويه. وعارف ان في ناس كتير قوي عايز تسالني انا كنت فين الفتره اللي فاتت. ما تقلقوش، كل حاجه جايه وكله بوقته. ويلا بينا بقى نخش في الموضوع. في سنة 2020 حصلت كارثة كبيرة جدا، وكلنا قعدنا في البيت. اللي ساب شغله، واللي قرر يغير الكارير بتاعه، واللي فتح بيزنس خاص ليه، وفي اللي فضل شغال في الشركة زي ما هو. تعالى بقى كده عشان احكي لك على شوية تفاصيل هتفيدك جدا. الشغل في الشركات ليه مميزات وعيوب، ولازم تبقى عارف كويس جدا ان بعض المميزات ديت هي عيوب وانت مش واخد بالك. عندك مثلا اهم ميزة في الشغلانة الثابتة، المرتب الثابت. بس تعالى كده نبص للموضوع من زاوية تانية خالص. حضرتك بكل بساطة بتروح تتعاقد مع الشركة عشان تشتغل معاهم لمدة 8 ساعات في اليوم، وبتاخد قصاده مرتب. الفكرة ان انت بتاخد مرتب ثابت زي ما هو، بس بالمقابل الشغل نفسه مش ثابت. فكده لو انت عايز تقول المعلومة صح، يبقى انت بتاخد المرتب الثابت قصاد عدد ساعات معينة بتقضيها في الشغل. لو بصيت للموضوع بتمعن شوية هتلاقي ان كلامي صح. خلينا ناخد مثال. ولنفترض ان انت بتشتغل في شركة وليكن محاسب، وبتاخد مرتب قصاد شغلك، لكن ده مش حقيقي، لانك بتاخد مرتبك الثابت دوت مقابل وجودك في الشركه لعدد ساعات معينه، وفي الغالب انت عدد الساعات ديت مش بتشتغلها كلها. فاصبح مفهوم الشغل هو فترة انت بتقضيها عشان في الاخر تقبض مرتب معين. في خلال الفترة اللي انت بتقضيها جوه الشركة، انت يا بتشتغل يا اما بتعمل حاجة تانية ملهاش علاقة بالشغل خالص. بس في الاول وفي الاخر هي محسوبة من ضمن الساعات بتاعت شغلك. زي انك مثلا كبني ادم طبيعي محتاج اكيد تاكل حاجة، ما انا برضو مش هقعد 8 ساعات في الشغل وافضل قاعد جعان. وزي مثلا انك ممكن تقوم تصلي او ترد على مكالمات شخصية، كل ده بيتحسب من وقت الشغل. لكن تخيل معايا لو انت نفس الشخص ده بيشتغل نفس الشغلانة ديت، بس بدل ما الشركة بتشتري وقت من يومك، لا هي بتشتري مجهودك. يعني انت خلصت الشغلانه دي هتاخد عليها فلوس. تخيل الاطراف كلها هتكون مبسوطه ازاي. اولا صاحب الشغل هيكون مبسوط جدا لان هو هيدفع مقابل شغل معين بيتعمل. ثانيا انت نفسك هتكون راضي عن اللي بيحصل، لانك بتقبض كل ما بتخلص شغلانه معينه. هنا بقى اتفتح الباب لشغلانه جديده خالص، هي نفس شغلتك القديمه، بس ضفنا قبلها مصطلح فريلانسنج. وقيس بقى ده على كل الشغلانات التانية. رغم ان مصطلح الفريلانسنج شكله يبان جديد علينا، بس هو موجود حوالينا من زمان جدا، حتى من قبل 2020. بس اختلفت المسميات شوية. يعني دلوقتي فريلانسنج، لكن زمان كان اسمه صنايعي، او الصنايعي اللي بيجي عندكم البيت يصلح حاجة مش شغالة. انت متخيل ان الصنايعي ده انت بتتصل بيه بنفسك وتقول له تعالى، وهو ماشي بتديله فلوس، وفي كل مره بيعمل شغلانه معينه بياخد فيها فلوس؟ والله الراجل بيتعب وبياخد فلوسه وهو واقف اول ما يخلص شغله. بس خليني اقول لك ان طريقه الشغل دي ليها عيب برضه. الله، انت هتلخبطني ليه؟ انت مش لسه قايل ان الشغل الثابت هو اللي ليه عيوب؟ استنى بس، انا قصدي مرتبها مش مضمون. لا، هو مفيش مرتب اصلا. كل اللي عليك ان انت بتسعى وربك بيكرم. ممكن شهر شغال كويس، الشهر اللي بعديه الدنيا مريحه شويه، الشهر اللي بعده الدنيا حلوه جدا، وهكذا. اهم حاجه هو انك اوعى تزهق وتبطل سعي. خليني احكي لك قصة كده وعايزك تركز فيها شويتين تلاتة. زمان كان في 2 اخوات، كل واحد فيهم كان شغال في شركة كويسة ومرتبه حلو جدا. المهم الاتنين عندهم محل بسيط كده صغير بتاع والدهم، قبل ما يموت وصاهم ان المحل يفضل شغال وما يتقفلش. بس للاسف الوقت ده كان الاخين مش فاضيين حتى ان هم يفتحوا المحل، فقرروا ان هم يجيبوا موظف هيقعد في المحل يشتغل فيه وياخد مرتب اخر الشهر. وكانت الدنيا ماشيه، هم في شغلهم والراجل اللي بيشتغل في المحل زي ما هو، والدنيا ماشيه. هم كده كده ما كانوش معتمدين على المحل ان هو يجيب لهم دخل، فكان كل اللي بيجي بيدوه مرتب للراجل اللي قاعد في المحل. لحد ما في يوم حصلت لواحد منهم مشكله وساب شغله، فقرر ان هو يفضل قاعد في المحل بتاعه. ولما حس ان هو مضطر يعتمد عليه كمصدر دخل اساسي، بدأ يطور فيه واحده واحده. لقى نفسه فاضي فقال يشغل نفسه بشوية حاجات كده، وبدأ يطور ويعمل منتجات جديدة تتباع في المحل. وهنا كانت الطفرة. المنتجات الجديدة اللي هو طورها بدأت تساعد في ان المحل يبيع اكتر، وبدأ اسم المحل ينتشر والناس تعرفه وتجيله مخصوص. واحدة واحدة المحل بقى فروع، والموضوع وسع منهم على الاخر، لدرجة ان اخوه تاني قرر انه يسيب شغله عشان يركز في تجارته اللي جايباله فلوس اكتر من مرتبه. وقدروا الاتنين في فترة قصيرة يكبروا مشروعهم، والاتنين حسوا قد ايه ان الموضوع مثمر جدا معاهم. المهم تمر السنين والاخين شغالين في مجالهم زي ما هم، وبعد فترة مش قليلة
واحد من القاصحين دول عرف إن الشركة اللي كان شغال فيها استغنت عن القسم بتاعه بالكامل، وللأسف الشركة لما استغنت عن القسم بالكامل بدلوه بالمكن أو حاجة كده شبه الروبوتس. فطبعا الراجل ما كانش مصدق نفسه وقال أنا لو كنت فضلت في الشركة زي ما أنا كان زماني دلوقتي لسه ببدأ أفكر. شغلانات كتير اختفت في الفترة الأخيرة، ولسه في شغلانات أكتر هتختفي مع دخول الذكاء الاصطناعي، والشركات بتستغنى واحدة واحدة عن وظائف معينة في أماكن معينة. فركز وحاول تأمن نفسك بأكتر من طريقة، فبلاش تحط نفسك تحت رحمة مرتب ولا شركة بتشتري وقتك بس. اسعى كتير واعمل اللي عليك وربك هيكرمك، واوعى تزهق، واعرف ان كل خطوة انت بتسعى فيها متقدرة جدا من ربنا. واهم حاجة تستناني الاسبوع اللي جاي وتشترك في القناة وتشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك الفيديو اللي جاي اول ما ينزل، وتتابعني على انستجرام، واشوفكم على خير. سلام.